الشهيد محسن محمد المولود ولد عام 1960 في بغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، واعتقل من قبل المنظمات القمعية للنظام البائد عام 1980 عندما كان طالبا في المرحلة الإعدادية. حجز الشهيد في سجن معسكر الرشيد، ثم نقل إلى سجن آخر، وهناك تعرض للتعذيب النفسي والجسدي، واستشهد في عام 1983 ولم يعثر على جثته إلا بعد سقوط نظام صدام البائد، حيث وجدت مع جثث شهداء سجن أبو غريب.